عملت لكم النهارده طريقة حاجة حلوة أوي يا جماعة، بصوا سهلة وبسيطة. دي صوابع، عارفين بقى دي صوابع مين ولا لأ؟ لو عارفين دي صوابع مين اكتبوا لي في الكومنتات. وصفة بنشتريها من الشارع هعملها لكم في البيت بطريقة سهلة أوي. يلا قولوا لي سلم ايديك يا بنوب وتعالوا نبدأ. عندي كده حلة حطيت فيها كوباية من السكر ونص كوباية مية واسيبها بقى على النار تغلي. أول كده ما غليت اديها تقليبة، ولو عندك نص ليمونة حطي، لو ما عندكيش حطي رشة ملح ليمون وكمان رشة فانيليا. وسيبي بقى العسل يبرد كده، بصي هو تقيل وزي الفل. تعالي بقى في المكونات التانية. عندي كده كوباية من الدقيق عادية خالص، ونص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، رشة بسيطة من الخميرة، رشة بسيطة من السكر، رشة بسيطة من الملح. وهبدأ بقى أقلب كل الكلام ده. وبعد كده عندي كده معلقتين كبار كده من السمنة يا جماعة، تمام، من معلقتين لتلاتة على حسب ايه الدقيق بتاعك. وهدي بقى تقليبة حلوة. في ناس بتحط نشا، مفيش مشكلة، عايزين تحطوا معلقة نشا حلوة حطوا، مش عايزين خلاص. بصوا توصل كده ايه شبه رمل البحر، بس تمسكوها تحسوا انها ايه يعني جمدت معاكوا شبه الكحك كده. بعد كده هبدأ بقى احط المية، والكمية دي خدت حوالي تلت كوباية مية إلا معلقة أو معلقتين، برضو على حسب نوع العجينة بتاعتك والدقيق. بصي بقى وانتي بتقلبي بقى التقليبة الحلوة دي، بصوا يا جماعة، انتي مش بتعجني الوصفة دي، يعني وصفة الصوابع دي مش للعجن، تمام، هي بس ايه تلمي العجينة كده وتبدأي كده ايه خبطة اتنين تلاتة وكده ايه زي الفل، تمام. طب انتوا عرفتوا دي صوابع مين ولا لأ؟ لو عرفتوا يلا اكتبوا لي. بصوا بقى هعمل الصوابع دي زي ما انتوا شايفين على شكل ايه، تحس انها صوابع كفتة، تمام، بس هي مش صوابع كفتة، هي صوابع حد تاني. بعد كده بقى ايه بعد بصوا انا ولا بسيبها ترتاح ولا بسيبها تتخمر ولا بسيبها حاجة. رشة الخميرة البسيطة دي علشان بس تدي ايه تهوية للعجينة نفسها. عندي بقى القمع ده او المنقاش بتاع الكحك، بحط بقى العجينة عليه وببدأ كده ايه الفها. طب لو ما عنديش ممكن شوكة، ممكن المبشرة بتاعة البصل، ممكن لو عندك اللي هي بتاعة البطاطس اللي انت بتجيبي بيها البطاطس من الزيت. بصوا كل ده يا جماعة ينفع، تمام. انا عملت بقى الشكل ده، هاخد بقى على طول واحمر في الزيت. اوعوا يا جماعة تسيبوها تخمر، هتبوظ معاكي والشكل هيبوظ وهتدعي عليا، تمام. يلا انا هقول لكم دي صوابع ايه. دي صوابع زينب. بصوا يا جماعة صوابع زينب حلوة وجميلة ازاي. طب عرفتوا انها صوابع زينب ولا لا؟ بصوا بقى وانا بقليها في الزيت بيكون الزيت متوسط، تمام، بيكون طعمها حلو قوي بجد، تحس انها شبه البسبوسه كده، صوابع بسبوسه. هبدا بقى ادي تقليبه حلوه كده لحد ما ايه لازم كلها تاخد لون اصفر كده يا جماعه. بصوا يا جماعه الحلاوه والجمال، انا حاسس انها ايه محتاجه لون تاني عشان هي بتاعت بره بتبقى لونها ايه غامق شويه، فانا هسيبها برضو ايه تاخد لون تاني. بعد بقى ما خدت اللون ده، اللون ده بقى بالنسبه لي اللي هو البني الفاتح ده، بالنسبه لي زي الفل كده وزي العسل. هاخدها بقى احطها فين؟ احطها في العسل اللي هو التقيل البارد اللي انا عملته. خلي بالكم يا جماعه في حاجات بتفرق. طب اسالكوا سؤال، انا كوبايه السكر حطيت لها قد ايه ميه؟ كوبايه ولا نص كوبايه؟ لو فاكرين اكتبوا لي في الكومنتات. بعد كده بقى هدي تقليبه وهقدم بقى صوابع زينب، اي مكسرات عندك. والنهارده طريقه حاجه حلوه سهله قوي، صوابع زينب. يا رب تكون عجبتكم. لو الوصفه عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.